طفلك ال7 سنين هو بدأ يكبر. الفرق هنا إنك لازم تغيري الطريقة معاه، مش هتبقى مجرد تنبيه. جربي إنك تبقي في مرحلة مشاركة ونتيجة معاه. يعني إيه؟ وقفي محاضرات، بدل ما تقعدي تعيدي وتزيدي في الكلام اتفقي معاه على قواعد ثابتة لكل حاجة هتعملوها. بدل ما تفضلي تقولي هو أنا مش قلت 100 مرة، لا، اسأليه احنا اتفقنا هنعمل ايه هنا. خليه هو اللي يسترجع المعلومة من دماغه. في السن ده الكلام ما بيجيبش نتيجة، الفعل هو اللي هيعلمه. يعني مثلا لو دلق المية، رغم انك حذرتيه كذا مرة خلي بالك المية هتقع، خلي بالك، هو برضو اتكبت. مش هتزعقيله، ببساطة انتي هتخليه يوقف لعب دلوقتي وهنقوم نجيب فوطة سوا وهننشف المكان مع بعض. النتيجة لازم تكون مرتبطة بالغلط ومباشرة، مش تخلص لعب وتقوم تعمل المية تنشفها، أو مش تخلص الحدث اللي انت فيه وبعدين تعمل الحاجة دي. لا، لازم تكون مرتبطة بيها. آخر وأهم حاجة، في وقت هادي كده انتوا الاتنين اتكلمي معاه واسأليه أنا لاحظت إن الموضوع ده بيتكرر، تفتكر إيه اللي محتاجه علشان تفتكر المرة الجاية؟ نكتب ورقة ولا نعمل علامة معينة وتسمعي له. لما هيشاركك في وضع حل التزامه هيبقى أعلى بكتير. خلينا نقول مثال، لو انت كل يوم بتقولي له الشنطة بتاعتك حطها ورا باب الأوضة أو حطها في مكانها، هو بيرميها لك وبيمشي، ولا تزعقي ولا تصوتي. خليه يوجد لنفسه حل إنه يفتكر مكانها وإنه لازم يشيلها. كلمة ليك يا ماما. في السن ده هو بيختبر حدود سيطرتك. لو لقاكي بتنفذي النتيجة بهدوء كل مرة هيستسلم للقاعدة. لو لقاكي بتكتفي بالكلام هيعتبر كلامك دوشة بس، وهيكمل اللي بيعمله.